السلام عليكم يا جماعة. بعد اللي حصل النهاردة أنا كان لازم أتصرف وأضع حد للموضوع. ما ينفعش كده، الناس مش عارفة تشغل المروحة إزاي، واللي يموت من الحر واللي الحر يموت منه. فأنا قررت النهاردة أعلمكم إزاي تشغلوا المروحة. بص يا صاحبي، أول حاجة بتمسك فيشة المروحة كده زي ما أنت شايف وتركبها في فيشة الكهرباء. شايف الفيشة يا صاحبي؟ كأنك بتركب شاحن عادي. بص، تركبها في الفيشة، مفيش اي قفله حصلت ولا اي حاجه. تركب الفيشه في الكهرباء. بص يا صاحبي، هتيجي هنا عندك ده زرار الايقاف، انت عارفه طبعا، وهنا في زرار 1 و2 و3. وليكن مثلا انت عاوز تشغلها على سرعه رقم 1، بتدوس كده. بص، بتلاقيها اشتغلت يا صاحبي بمنتهى السهوله ومنتهى السلاسه. ويا على التكييف يا صاحبي، بص هوا جامد جدا والله. بص يا صاحبي، عاوز تعلي السرعه تدوس على رقم 2. اهم حاجة تكون شاطر في الجبر بس وبتعرف تحسب. عاوز تعلي اكتر، انت جسمك يا صاحبي كبير ومش مستحمل الهواء ده، عاوز هواء اكتر، تدوس على سرعة رقم 3. بص يا صاحبي، الشتاء دخل عليك بقى وحاسس نفسك بردان وعاوز تطفي المروحة، تدوس على زرار الباور اللي من تحت ده، اخر زرار. بص يا صاحبي، تلاقي المروحة بص هنا هديت وطافت على الاخر. وربنا يقدرني على فعل الخير، ويكتر من اللايك والشير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في حل مشكلة جديدة.